لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهاردة عن سيارة من السيارات الجديدة المطروحة في السوق المحلي. وهنتكلم عن كل حاجة عنها بالتفصيل. بس الأول عايز أقول للناس اللي أول مرة تدخل على القناة عندي، ياريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة ياريت برضو نفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وياريت يا جماعة مننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات أفضل. السيارة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي السيارة جيلي جي اكس 3 برو موديل 2025. وهي من فئة الاس يو في تحت المدمج او السب كومباكت اس يو في، اللي هي العربيات الاس يو في صغيرة الحجم. وشركة جيلي طبعا شركة صينية، وفي عربيات كتير بتنزل منها في السوق المحلي وناجحة ومحققة مبيعات مقبولة. العربية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة اللي هي الجي اكس 3 هي من الفئة اللي تحت المليون جنيه، وتعتبر هي دي السيارات اللي هي يعني بالنسبة مقارنة في السوق، هي دي تعتبر من ضمن السيارات اللي هي الأرخص أو السعر اللي هو اللي تحت المليون جنيه يعني. أول حاجة هنتكلم عنها عن السيارة الجي اكس 3 برو هو الموتور. وهي نازلة بموتور تنفس طبيعي 4 سلندر 1500 سي سي، بيطلع 103 حصان وعزم 140 نيوتن متر، مربوط بفتيس او نقل حركه سي في تي. الاستهلاك على الوقود حوالي 7.5 8 لتر لكل 100 كيلو متر، وعلى حسب برضو طريقه سواقتك. منظومه اقتصاديه، يعني العربيه دي ما تستناش منها تسارع ولا جري ولا كده، لان فتيس سي في تي معمول طبعا عشان الشركات بتعمله طبعا عشان يبقى موفر في استهلاك الوقود ونقلاته مش محسوسه وكده. وفي نفس الوقت موتور 1500 سي سي تنفس طبيعي، معلوش تربو ولا اي حاجه، ومنظومه بتميل اكتر للاعتماديه والاقتصاديه في استهلاك الوقود. وده كل حاجة موجودة عن الموتور بتاعها. وتعالوا بقى نتعرف على بقية مواصفات السيارة وكل حاجة عنها. كملوا معايا الفيديو للنهاية. منين نتكلم بقى على التصميم بتاع الجيلي جي اكس 3 برو موديل 2025. زي ما احنا شايفين تصميم حديث، شكله حلو برضو، وفي نفس الوقت بسيط، ما فيهوش بهرجة في التصميم يعني. واخدة الديزاين الجديد بتاع المقدمة بتاعت جيلي اللي شفناه في الجيلي إميجراند الشكل الجديد. وواضح أوي إن التصميمات بتاعت جيلي متأثرة بتصميمات فولفو إلى حد ما، اللي هي التصميمات المحافظة دي اللي بتبقى يعني فيها لمحات كلاسيكية شوية، وفي نفس الوقت فخمة وبسيطة، ما فيهاش بهرجة في التصميم يعني. زي ما احنا شايفين فوانيس انسيابية مسحوبة فيها داي لايت، شكلها حلو وعصري، وفوقيها شنب كده من النيكل كروم واصل بين الفوانيس والشبكة اللي هي العلوية. الشبكة العلوية حجمها كبير وفيها فتحات تهوية كبيرة، وجايب لون الفايبر الأسود اللامع برضو شوية، وفي نصها علامة جيلي، والإطار اللي حوالين الشبكة النيكل كروم ده، وفوق الفوانيس برضو ده مديها فخامة. الشبكة السفلية حجمها أكبر وجايب لون الفايبر الأسود وفيها فتحات تهوية كبيرة. والإكسدام فيه تجويفين على الأجناب جايين بشكل طولي كده، بيدوا برضو إيحاء بعرض العربية من قدام، وفيهم الفوج لايت ال اي دي كمان. وكمان الإكسدام فيه سبليتر سفلي جايب لون الفايبر الأسود، متماشي مع الطابع بتاع العربية لأنها من فئة الاس يو في، بيبقى ماشي طبعا مع الدوائر والأعتاب الفايبر اللي في جوانب العربية. الكبوت بتاعها حجمه مش كبير، وفيه سلاحين بارزين على الأجناب، والكبوت كله جاي عدل. القوايم بتاعتها عريضة شوية، ولكن ليها اللي هي الشراعات اللي بتبقى ورا القوايم دي، برضو بتقلل النقاط العمياء وبتخلي سواقة العربية أسهل. وهي العربية عامة حجمها صغير، فمش هيبقى فيه مشكلة في سواقتها ولا في أبعادها ولا كده. اما نيجي نشوف تصميمها الجانبي، هو تصميم تقليدي لسيارة اس يو في، اللي هو التصميم البوكسي التقليدي. ما فيهوش لمحات رياضية قوي، ولكن في خط كتف جاي واضح وبارز في الرفرف الخلفي وفي الباب الخلفي والأمامي، وبيقطعوا خط أصغر منه شوية جاي واضح في الرفرف الأمامي، أعلى منه شوية ولكن مش بنفس بروزه يعني. ده بيديها عرض برضو من الأجناب. كمان فيها تنفيخات كده في الرفرف الأمامي والخلفي من فوق الجنط، برضو معززة الشخصية بتاعتها وبتديها عرض كويس من الأجناب. طبعا فيها دوائر رفرف الفايبر والباكيتات والأعتاب الفايبر اللي بتميز فئة الاس يو في.
مساحتها الزجاجية الجانبية مش كبيرة قوي ولكن متناسبة مع حجم العربية. اما نيجي نشوف بقى تصميمها الخلفي، تصميم برضو شكله حلو وفي نفس الوقت بسيط زي تصميمها الأمامي. اكسدام جزء منه بلون السيارة وجزء بلون الفايبر الأسود مع ديفيوزر خلفي برضو بلون الفايبر الأسود، مديها شخصية رياضية شوية من ورا، ولمبة ستوب في النص فوق الديفيوزر على طول، مديها برضو شكل حلو ورياضي. مساحة الزجاجة الخلفية مش كبيرة ولكن متناسبة مع حجم العربية، وفيها سبويلر خلفي بلمبة ستوب كمان. فوانيسها الخلفية فوانيس انسيابية شكلها كويس بإضاءة LED، ودي حاجة برضو ما بتبقاش دايما موجودة في الفئة اللي هي الصغيرة أو في الفئة اللي هي المفروض اقتصادية يعني. فدي حاجة كويسة مديها شكل عصري وشيك برضو. أما نيجي نتكلم على أبعادها، هي جاية بطول 4 متر تقريبا بالظبط، العرض 1 متر 71، وده طول متناسب مع العرض لأنها عربية مش طويلة وفي نفس الوقت عرضها مقبول كويس مع طولها يعني، وده بيبقى كويس بالنسبة لثباتها. ارتفاعها الكلي 1 متر 525، وده ارتفاع كويس هيخلي سقفها من جوه عالي، عربية كمان عالية عن الأرض. ولأن خلوصها الأرضي حوالي 18.5 سنتي، وده ارتفاع كبير، فهيبقى ما عندهاش مشكلة مع الطرق اللي هي الغير ممهدة وكده والمطبات، ولكن ده طبعا بيأثر على ثباتها، وخاصة العفشة الخلفية بتاعتها متصلة تورشنج بيم، فدي بيبقى فيها شوية تنطيط شوية مع ارتفاع العربية الزيادة عن الأرض. فأغلب السيارات اللي في الفئة دي مبقاش ثباتها أعلى حاجة، وهي مش معمولة عشان المناورات ولا الجري السريع ولا كده، هي معمولة عشان تنقل الأسرة بشكل مريح وفي نفس الوقت تكون اقتصادية في استهلاك الوقود، وده واضح في المنظومة بتاعة الموتور والنقل الحركة بتوعها. وقاعدة عجلاتها 2 متر 480، قاعدة عجلات صغيرة ولكن هي مناسبة مع الفئة بتاعتها اللي هي اللي تحت المدمجة دي. ومترجمة كويس جوه العربية كمساحات وهنشوفها بالتفصيل، وكمان مدين شنطة كبيرة حوالي 400 لتر. الشنطة بس يعني حافة تحميلها عالية شوية ولكن زاوية فتحها كبيرة، والعربية كمان سقفها عالي من جوه، فتقدر تحط الشنط جنب بعض وفوق بعض، يعني شنطة عملية بالنسبة للفئة بتاعة السيارة. كمان فيها إمكانية طي الكنبة الخلفية كمان عشان تقدر توسع مساحة الشنطة. بنيجي نشوف الانتريور بقى والصالون بتاع الGX 3 برو موديل 2025، برضو زي سيارات جيلي الحديثة كلها. شكلها من جوه حلو وعصري وفي نفس الوقت بسيط، ما فيهوش برضو بهرجة في التصميم ولا حاجات مبهرة ولا حاجة، هي برضو بسيطة يعني. والخامات الداخلية أغلبها بلاستيك، في تاتشات جلد بسيطة يمكن في مساند الأبواب أو في الطارة المكسية بالجلد، هو دي التاتشات الجلد اللي بتدي برضو شوية فخامة، لكن بقية العربية أغلبها بلاستيك، ولكن شكل البلاستيك حلو وخامته برضو مقبولة جدا بالنسبة للفئة بتاعة السيارة، مع الشاشة الطايرة اللي خارجة عن التابلو دي برضو بتدي شكل عصري وشيك للسيارة. وده طبعا فيها 2 ايرباج فقط. وهي نازلة بفئة واحدة بس، اللي هي تعتبر كاملة فيها كل حاجة، وفيها برضو شوية عوامل أمان وشوية أوبشن كويسين وهنتكلم عنهم بالتفصيل. دي الطارة بتاعتها، الطارة الجديدة بتاعت جيلي اللي شفناها في الإميجراند، برضو مكسية بالجلد ودي شيب من تحت وثري سبوك، وفيها تحكمات المالتي فانكشن، وبتحكم منها في اللي هو الشاشة بتاعت العدادات الصغيرة الديجيتال اللي في النص، لأن هي عدادات أنالوج وفي شاشة بيانات صغيرة في النص. كمان بتحكم منها في الشاشة الوسطية، ودي لوحة العدادات اهي، لوحة عدادات انالوج تقليدية بشاشة بيانات في النص واضحة ولكن حجمها صغير، ولكن فيها اغلب البيانات المهمة بتاعت السيارة. دي الشاشة الوسطية اللي هي الخارجة عن التابلو، شكلها حلو برضو عصري، حوالي 8.5 بوصة، في اندرويد اوتو ابل كار بلاي وبلوتوث وUSB، وتحتها فتحات التكييف برضو جاية في مكان عالي وهيدي أداء كويس جوه السيارة، وتحتها برضو الزراير بتاعة التحكمات بتاعة التكييف، وشوية وظائف من الموجودة في السيارة، وتحتها طبعا مخرج ال 12 فولت والUSB ومساحة تخزين صغيرة. بعد كده عصاية الفتيس أو نقل الحركة، عصاية تقليدية خالص، وحواليها نيكل كروم، والكونسول كله فيه إطارات نيكل كروم كده مدياله شكل حلو، والمقبض اللي على اليمين ده برضو شكله عصري، وبعد كده في 2 كاب هولدر وفرامل هاند بريك عادية، وبعد كده المسند الوسطي مكسي بالجلد. الكونسول شكله بسيط وفي نفس الوقت عملي ومناسب مع حجم العربية. في المجمل الانتيريور بتاع الGX 3 شكله كويس ومناسب، خاماته كلها بلاستيك وما تستناش في الفئة دي انك تلاقي خامات اكتر من كده يعني، ولكن شكلها حلو وعصري وكل حاجة مرصوصة في مكانها مظبوط، مفيش زراير كتير اوفر، مفيش اي حاجة تلخبطك او كده، لان هي سيارة برضو تقليدية الى حد ما، ونازلة في الفئة الاقتصادية اللي هي مبيبقاش فيها اوبشن عالي ولا عوامل امان عالية ولا حاجات يعني فيها ليها زراير كتير جوه السيارة يعني.
ونيجي نشوف الكنبة الخلفية بتاعتها، كنبة سعل فردين كبار على الجنبين، ولكن الناس مش طويلة قوي. برضو العربية قاعدة عجلاتها صغيرة 2 متر 480، يعني تعتبر قاعدة عجلات بتاعت عربية هاتشباك. فلو الكراسي الأمامية دي رجعت لورا، الناس الطويلة مش هتبقى ليها مساحة أرجل كويسة، مش هيبقوا قاعدين مرتاحين يعني. ولكن مساحة الرأس طبعا كويسة جدا، لأن العربية سقفها عالي. لكن زي ما قلنا، هي بس المساحة بتاعت الأرجل هي اللي ضيقة شوية، وهي العربية مش كبيرة. والمساحة اللي في النص طبعا متكفيش غير لطفل صغير. يعني العربية دي تنفع لعيلة من 4 أفراد، ويكون أحجامهم برضو صغيرة، مش ناس طويلة وكده. وتنفع لشاب برضو أو بنت لسه بيسوقوا جديد، أو حد عايز عربية تكون شكلها حديث وكويسة، ومن الفئة اللي هي بتاعت الاس يو في، وما عندوش عيلة كبيرة أو كده، أو حد لسه لوحده يعني. هتبقى كويسة بالنسبة له جدا السيارة دي. خلينا نتكلم على مواصفات الامان اللي فيها. نازله باي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، نظام الثبات الالكتروني، واتنين ايرباج، وجنود سبور، ونظام تراكشن كنترول، ومراقبه ضغط الاطارات، وحساسات خلفيه، ومساعد في المنحدرات، وفرامل طوارئ. يعني شويه اوبشن امان كويسه جدا بالنسبه للفئه بتاعتها. بالنسبة للأوبشن بقى اللي موجود فيها، فيها عدادات عادية مش ديجيتال، وفيها الشاشة الوسطية التاتش اللي فيها أندرويد أوتو، أبل كار بلاي، وبلوتوث، ويو اس بي. فيها فتحة سقف، فيها سنتر وإنذار وبصمة، وفوج لايت ال اي دي، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وفرش جلد، ومرايات كهرباء. يعني العربية فيها الأوبشن الأساسي برضو، ومقبول جدا بالنسبة للفئة بتاعتها، وبالنسبة لسعرها مقارنة بأسعار السيارات التانية في السوق يعني. وكمان عشان هي تبع الجيلي، وجيلي محققة نجاح كويس في السوق المحلي. فده اللي يعني بيدي الأفضلية للسيارة دي في الفئة اللي هي بتاعت الاس يو في الصغيرة. وده كل حاجة عن السيارة الجيلي جي اكس 3 برو موديل 2025. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش برضو اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات، عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات أفضل. وشكرا.